كل اسرار الرز بلبن في الفيديو ده. ازاي يطلع معاكي كريمي، وازاي كمان يطلع معاكي وشه مكرمش، وكمان هنعمله بدون اي اضافات، وازاي بقى تحتفظي بيه اكبر وقت في التلاجة من غير ما ينشف خالص. هنقول بسم الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، وتعالوا نشوف وصفتنا. طبعا انا مضاعفة الكمية، فملكيش خالص دعوة بالكمية اللي انا عاملاها. انا هقولك مقدار كيلو لبن هنحط عليه قد ايه رز. اول حاجة نص كوباية الرز على كيلو اللبن، عليهم كوباية من المية. يبقى هنضيف دلوقتي كوباية مية ونسيبها تغلي. هنضيف عليها نص كوباية رز، والرز مش هنغسله، يكون الرز نوعه كويس جدا، يعني يكون نوعه غالي او نظيف، ومش هنغسله. هنضيفه على طول على كوباية المية بعد ما تغلي. هنسيب الرز بقى يستوي تماما، يعني انا وطيت كده العين خالص، وطيتها جدا جدا، وبعد كده غطيت الحلة وسبت الرز يشرب تماما المية. يبقى كده حطينا كوباية مية، هنضيف عليها نص كوباية من الرز، ونسيبهم يستووا تماما تماما زي ما انتوا شايفين كده لحد ما الرزاية بقت مستوية معايا بالشكل ده. هنضيف بقى عليها كيلو اللبن بعد ما تشرب المية تماما. هنضيف بقى كيلو من اللبن. وطبعا احسن حاجة ان انت تعملي اللبن يكون يكون دسم، يعني ما يكونش مثلا اللبن المعلب لان هو ما فيهوش دسامة. فاحنا نجيب لبن يكون نوعه نضيف، وكمان يكون احنا واثقين فيه ان اللبن ده يكون دسم جدا. ولو استخدمنا لبن معلب يبقى نضيف علبة قشطة او القشطة وش اللبن، ونعلي عليه النار ونسيبه يغلي غلوة واحدة بس. بعد كده بقى هنهدي النار جدا جدا جدا، يعني زي الشمعة بالظبط. وهنسيب بقى الرز بلبن مع نفسه كده لحد ما يتسبك او لحد ما يتقل معانا زي ما انتوا شايفين كده. هنيجي نقلب هنلاقيه تقل معانا كده، مبقاش فيه سوائل. بعد بقى ما يتقل هنضيف السكر، وطبعا السكر حسب الرغبة. انا ضايفة سكر كتير عشان انا عاملة كمية. وكمان هنضيف ظرفين من الفانيليا، وهنهدي برضو النار ونسيبه يكمل سواه لحد ما نلاقيه تقل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. كده هيطلع معاكي رز بلبن كريمي جدا، مش محتاج خالص نشا، مش هنضيف خالص نشا، مش هنضيف كمان كريم شانتيه. كل الاضافات دي بجد بتغير طعم الرز بلبن. وطبعا الرز بلبن وهو بيستوي هنفضل كده كل دقيقة مثلا نقلب تقليبة علشان ما يشطش معانا من تحت. وبس كده، وهنعمل رز بلبن كريمي جدا، وكمان وشه زي ما انتوا شفت كده في اول الفيديو حاجة كده روعة. اهم حاجة يكون اللبن نوعه كويس، وكمان نهدي النار لحد ما يتسبك تماما ويستوي. مش هنحتاج نشا خالص، لو هدينا النار وصبرنا عليه فهيستوي معانا وهيطلع النشا بتاعه، وهيطلع احلى رز بلبن معانا كريمي جدا. وعشان بقى تحتفظي بيه اكبر وقت في التلاجة فهنغطيه بالاسترتش راب بس بعد ما يبرد تماما. يعني احنا هنغرفه في الاطباق، بعد كده هنسيبه يبرد تماما، وبعد كده هنغطيه بالاسترتش راب او بالغطا بتاع العلب، وهنحطه في التلاجة. هيفضل معاكي كريمي جدا. جربوها يعجبكم. صحتين والف هنا. ما تنسوش اللايك والمتابعة لو عجبكم الفيديو.